طلاب بريب 1 عاملين إيه؟ يا رب دايمًا تكونوا بخير. معاكم مستر فيلو ساينس، وهنبدأ المنهج بتاعنا، المنهج الجميل، منهج الساينس. أول حاجة في أول يونت، أول lesson atomic structural of matter. تعالوا كده نبدأ نفهم يعني إيه atomic structure of the matter. What's the meaning of the matter? الماتر it is everything that has mass and volume and occupies space. خلي بالك الكلام ده يا مستر احنا واخدينه قبل كده في جريد 5 وجريد 6. يبقى الماتر it is everything that has mass and volume and occupies space. اوكي، بس خلي بالك بقى all matter consist of a small unit called molecules. يبقى انا عند الماتر it is everything that has mass and volume and occupies space, all matter consist of small units called molecules. تمام؟ سهلة؟ ماشي. ناخد example من السفنكس الجميل بتاعنا ده، وادي ابو الهول والاهرامات الجميلة. طب تعالوا كده نتكلم شوية عن السفنكس. قال لك the sphinx is made of limestone rock. تمام؟ ماشي. واللايمستون بقى لو انا جيت بصيت على اللايمستون روك دي، يا ترى هي كومبوزد اوف ايه؟ بتتكون من ايه؟ قال لك حاجة اسمها كالسيوم كربونيت. كالسيوم كربونيت. ماشي. الكالسيوم كربونيت مولكيول ميد اوف اتومز. ايه ده اتومز؟ طبعا. اتاري ان في حاجات فيري سمول من المولكيول اسمها ايه؟ اتوم. تمام؟ يعني انا عندي كده بصوا، ادي الماتر اهي زي كالسيوم كربونيت ماتر. الماتر كومبوزد اوف مولكيول زي كالسيوم كربونيت. بصوا شكل الكالسيوم كربونيت مولكيول ازاي؟ ده دياجرام جميل قوي يا مستر. وبعد كده يا مستر انا عندي ان المولكيول كومبوزد اوف ايه؟ اتوم. ادي الاتوم بتاعت الكالسيوم، وادي الاتوم بتاعت الاكسجين، واتومز تانية اكسجين، واتوم تالتة اكسجين، واتوم رابعة ايه؟ كربون. خلي بالكم ما تقلقوش من كل الرموز دي هنفهمها النهارده ان شاء الله. اوكي، نكمل. قال لك زي ما احنا خدنا قبل كده ان الليفنج اورجانيزمز كومبوزد اوف مين؟ بيلدينج يونت اسمها السيل. نفس الفكرة هنا، بس هنا عن طريق النون ليفنج ثينجز اللي هي ايه؟ الاتوم. تعال كده نقرا الجملة الجميلة دي. In the cell is a building unit of the living organism's body, and also the molecule consists of very small building unit called atoms. تمام؟ يعني زي ما كانت السيل هي البيلدينج يونت living organism، برضو انا عندي ان الاتوم هي البيلدينج يونت بتاعت المولكيول بتاعت مين؟ الماتر. طب ايه بقى الاتوم؟ قال لك it is the structure and the building unit of all matter. خلي بالك يبقى الاتوم هي الاستراكشر والبيلدينج يونت of all ايه؟ matter. طب تعالى نتكلم على الاتوميك ستراكشر. قال لك قبل ما نتكلم على الاتوميك ستراكشر تعالى نشوف ايه الاتمبس، المحاولات ان بتوع الساينتست ديسكفر الاتوميك ستراكشر. تعال بصوا، ده قال لك يا مستر انا عندي many scientists discover. اول حاجه الانشنت جريك فيلوسفيرز اللي هم الفلاسفه in ancient age believed that. الناس دي كانت بتقول ايه بقى؟ قال لك ان انا عندي in the matter consist indivisible small parts known as atom. لغايه ما جه ساينتست في القرن 19 19th century دالتون، وقال لك ايه بقى؟ قال لك انه عمل حاجه مهمه جدا. ده عمل the first scientific theory about the atom which show that ان الاتوم is indivisible. خلي بالك يبقى كان الايشنت جريك، وبعد كده دالتون، وجه بعد كده بقى رازرفورد. ده ساينتست very important. رازرفورد عمل لنا موديل. الموديل ده يعتبر الفيرست موديل اوف ذا اتوم on experimental basic. يعني الراجل ده او الساينتست الجميل ده اسمه رازرفورد، هو اول واحد عمل ايه؟ فيرست موديل اوف ايه؟ اوف اتوم. تمام؟ ماشي. الاتوميك ستراكشر. تعالوا نتكلم كده ونبدا نبص على الاتوم ستراكشر، ونبدا نفهم نشوف ايه الحاجات اللي موجوده يا مستر في الاتوم. اول حاجه انا عندي حاجه اسمها ايه؟ نيوكليس. ماشي. وبعد كده في حاجه تانية اسمها ايه؟ الكترون. خلي بالك اللي في النص ده يا شباب السنتر ده اسمه نيوكليس، وبعد كده ايه؟ نيو. طيب تعالى بقى نبدا نشوف يا مستر بالراحه. ايه النيوكليس؟ قال لك it's a very tiny part in the center of the atom consist of two types of the particle which are proton اللي هي positive charge and neutron اللي هو neutral charge. يبقى انا عندي ان الاتوم composed او consist of nucleus and electron،
والنيوكليوس هي حاجة مثلًا very tiny part in the center of the atom consist of 2 types of the particle. يعني جوه النيوكليوس في 2 types of the particle. بروتون اللي هو positively charged and neutron or neutral charge. وبعد كده يا مستر عندي مين؟ إلكترون. والإلكترون it's a very smallest، ده أصغر حاجة، وده بنقول عليه it's a particle with a very tiny masses rotate، بيلف حوالين مين؟ النيوكليوس with a very high speed in حاجة اسمها إيه؟ energy level. إيه يا مستر الكلام الكبير ده؟ تروش نمشي خطوة خطوة وعلى مهلكم مع فيلو ساينس. كل الساينس هيبقى جميل. أول حاجة الأتوميك ستراكشر، يعني الأتوم كومبوز اوف إيه؟ نيوكليوس وإلكترون. النيوكليوس دي very small part in the center of the atom، وفيها حاجتين بروتون والنيترون. البروتون بوزيتيف تشارج والنيترون نيوترال تشارج. طب الإلكترون قال لك ده عبارة عن very tiny mass particle rotate، بيلف rotate بيدور around the nucleus with a very high speed in the energy level. سهلة؟ يا مستر سهلة جدا. طب الإلكترون نيجاتيف تشارج، الإلكترون نيجاتيف، بص التشارج نيجاتيف. البروتون مين؟ بوزيتيف تشارج. النيترون نيوترال تشارج. يبقى أنا عندي فيه هنا بروتون، خلي بالكم بوزيتيف تشارج، نيترون نيوترال، والبروتون والنيترون انسايد النيوكليوس. طب الالكترون قال لك لا ده نيجاتيف تشارج، وده روتيت بيلف حوالين النيوكليوس with a very high speed. سهله؟ نكمل. البروتون والنيترون والالكترون هنقول عليهم يا شباب consider sub atomic particle. يبقى بروتون نيترون الكترون are considered as subatomic ايه particle. subatomic ايه particle. طب تعالى measuring and ratio. لو انا جيت بصيت يا شباب هنفترض كده، نتخيل مثلا، تخيل بقى، انا عارف ان انتوا شباب شطار والايميجن بتاعكم عالي جدا. قال لك هنفترض ان السايز بتاع الاتوم as baseball field. تخيل البيسبول فول. ايه يا مستر ده؟ انا بس عايزك تتخيل معايا ان الاتوم اكنها البيسبول يا شباب فيلد. ماشي، بيسبول بول، ملعب ايه؟ البيسبول. ماشي، يعني فيري لارج. ايه ده؟ طيب تخيل بقى معايا ان النيوكليوس السايز بتاعها ايه؟ قال لك لو انت حطيت دبوس هنا بين هيد، يعني راس الدبوس ان ذا سنتر، يبقى هو ده يا مستر مين؟ النيوكليوس. ايه ده يا مستر؟ يعني البين هيد دي تبقى السايز بتاع النيوكليوس لما احطها جوه البيسبول فيلد اللي اكنها الاتوم. يا مستر تخيل، يعني الاتوم هي اصلا فيري سمول، لكن لما نعمل زوم جامد جدا ونعمل بيها كومباريزن ونقارنها بين السايز بتاع البيسبول اكنها يعني. طيب النيوكليوس بص السايز بتاعها ايه؟ ابن هيد in the center of field. تمام. طيب يجي بقى سؤال give reason very very important to care. النيوكليوس describe it as positive charge to care. هقول because it contain ايه اللي جوه النيوكليوس؟ contain positive proton and neutral neutron. يبقى انا عندي هنا النيوكليوس describe it positive charge or because it contain positive proton and neutral neutron. سهلة؟ نكمل. about scientist. بصوا هو علشان الراجل ده عمل حاجات جميلة جدا للعالم وبالذات على نيوزيلاند، فبدأ يديني شوية حاجات مهمة جدا. والراجل ده عمل effort كبيرة جدا في الاتوميك ستراكشر وديسكفر الاتوميك ستراكشر وعمل فيرست موديل بالاكسبيرمنت. عشان كده هو خد جايزة نوبل في كام يا شباب؟ 1908. وكانت الجايزة بتاعت نوبل برايز دي في الكيمستري. اوكي، وان شاء الله تبقوا انتوا شطار وتطلعوا تعملوا لنا حاجات تفيد العالم كله وتفيد بلدنا مصر. اوكي، طيب تعالى بقى نبدأ نشوف البربرت بتاع سب اتوميك بارتيكل اللي هي موجودة في الاتوم، اللي هي مين؟ البروتون والنيترون والالكترون. بص بقى ونركز لو سمحت. احنا عارفين ان الاتوم جواها نيوكليوس والالكترون، وقلنا جوه النيوكليوس يا شباب في بروتون ونيترون. هنبدأ بقى نجمعهم كلهم، هنشوف السيمبل والالكتريك تشارج اند الماس. البارتيكل بروتون السيمبل بتاعه ايه؟ بي. طب الريلاتيف الكتريك تشارج بوزيتيف 1، الماس 1 نيو. وهنفهم يعني ايه 1 نيو يا شباب. اوكي، طيب النيترون السيمبل اند ريلاتيف ما عندوش تشارج يا مستر، لكن الماس 1 نيو. الالكترون
E وعليها نيجاتيف، دي معناها relative electric charge بتاعت الإلكترون -1، لكن الماس very small أهي 1/1836 يونت. تخيل، يبقى بروتون، نيترون، إلكترون، بوزيتيف، نيوترال، نيجاتيف تشارج. وخلي بالكم من الماسز. أوكي؟ سهلة؟ جميلة؟ نكمل. طيب لو أنتوا لاحظتوا في التشارج بتاعت البروتون والتشارج بتاعت الإلكترون are equal in magnitude، هما two charge typical كماجنتيود 1 بس واحدة بوزيتيف واحدة نيجاتيف، عشان كده بنقول عليه إيه؟ but in different type، إن واحدة بوزيتيف والتانية نيجاتيف. البروتون بوزيتيف تشارج لكن الإلكترون نيجاتيف تشارج. الماس of subatomic particle estimated by atomic mass unit، وهنديها السيمبل إيه؟ U. الماس بتاعت الإلكترون neglected on estimated the atomic mass because it's negligible relative to the mass of proton and neutron. تمام؟ عشان كده يدينا سؤال give reason ويقول لك إن الماس بتاعت الأتوم is concentrated in the nucleus. هقول له because إن الإلكترون mass negligible. ليه يا مستر negligible؟ because it's very small relative to that الماس بتاعت البروتون and neutron. تاني أقول له because إن الإلكترون mass is negligible relative to that البروتون and neutron. نكمل. في حاجة بقى تانية